السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ذكر لنا بصورة كهف إن أبوه كلب أحس بالذي هم صالحين فولحق بهم، فالله ما قصرش معهم وذكر الكلب معهم. وانتم يا كلاب ما حسيكمش بالذي وصلوا لكم القرآن، وانتم يا كلاب ما استحيكم من ذا الجلال والإكرام، وانتم يا كلاب تكذبوا كلامنا وكأني لا أخاطب إنسان إنما أخاطب حيوانات، بل الحيوانات هي أرحم منكم لأني عارفة معترفة بالذي خلقه. ما أنتم أصبحكم تنكروا الذي خلقكم سواكم عدلكم، وفي أجمل صورة أنشأكم، وفي خط آيات كتبتم، وفي ألسنتكم تكلمتم، وفي حركاتكم ودخولكم وخروجكم فعلتم. ماذاكم ما كلبكم أكبر منكم، ماذاكم كلبكم ما هو أكبر منكم، أنتم بشر وككلب ذكرها الله. فأنتم يا كلاب ما استحيكم من الكلب الذي ذكر الله بسورة كهف. كيف وصلوا لنا هذه الكلمات؟ شدروا منهم أسماءهم، ذكر لكم الكلب يا كلاب لعلكم تفقهون أن هذا القرآن ما هو للكلاب إنما هو لكم يا متكلبين بكلابة الكلاب الذي ما علش بالكلاب. انتم أصبحكم زبالة نعالة ما لكم قيمة عند الوهاب، ما تشونش نتكلم بديننا، ما تشونش نقول لكم عن ديننا. وهذا كلب ذكرهم الله، ذكر الكلب معاهم، وانتم يا كلاب مع ذكركم الله الذي ذكركم بهذا الذكر كله. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس ما هوش للكلاب من كل مثل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. بس هذا بين لكم فقط لا غير إن الكلب عليه الصلاة والسلام من الله، حتى الكلب الله يصلي عليه ويسلم بمحبته لأنه ذكره بكلامه. صلوا على رسولنا عليه الصلاة والسلام. وما أتانا الرسول حق وما نهانا عنه فانتهوا يا منتهين، ما رضيكم تنتهوا من الباطل الذي داخلكم، جالسين تبقبقوا لي للونهارات. يلا هذا هاجس دققوا لكم، واللي يعجبه يسمعه واللي يعجبوش يضرب براسه الحائط، لأنه ما بش بيت إلا وبينه حائط، وانت تضربوا برؤوسكم الحوائط يا كلاب. ما عاد تصبحكم تحسوا بالبشر، عادكم ما تحسوا بالكلاب الذي هوهوين من كثر ما انجاوعات. ما عادش بالقمامة آكل لأنه ما بش بالبيت آكل والقمامة ما بش آكل. من يرجعني الجسن يشغلنا حتى الكلاب، يا مش حرم عليكم وانتقمكم، ما بينكم رحمة حتى للكلاب. صلوا على رسولنا ورسولكم. والله اننا احب الكلب، من كثر حبي للكلب تفكر قلت يا صح هذا الكلب القرآن ما فكر كباش، يعني ذكرها الله سبحان الله وما ينطق، يعني انا ما نش كلب انتم الكلاب، لكن انا ابين لكم يا كلاب ان الهوى حقكم ما يضرنا. ما بالله انزل فيديو انتم هو تنطوا تخمدوني، والله ما تخمدوني، ما تزيد الا تخرجوني، لان الحسد يزيدني رزق. صلوا على رسولي. احبك يا الحوائيات، لا تنسني من دعاء قلبك الطاهر النزيه الذي صفوا ربنا. ما جعل بك الا ارحام، لانه اشتق اسمه من اسمك ارحام الرحمن يعني ما بالله النون فقط. تحياتي السلام. احبك جميعا، مو تغيظ يا كلاب